السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي مع وقفة قرآنية مباركة، ووقفتنا لهذا اليوم مع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الآية المباركة تصف حال المتقين الصالحين الذين دأبهم العبادة، حيث أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون لأنهم لا يبالون لأي عمل يقومون به، حتى لا يدخلهم العجب والرياء والتكبر، فكانوا يظنون ويفعلون هذه الأمور تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، وخيفة وخشوعا له وتقديسا له. ها نحن نرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل فاتحا لمكة المكرمة، في بعض الروايات التي تقول أنه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل منحنيا الرأس، مستغفرا منيبا تائبا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فاتحا لمكة. وهذا النصر العظيم الذي لو كان أي قائد من القادة لتبختر وتبهرج ببهرجته وهو يكون فاتحا، ولكن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يكون فاتحا ومنتصرا يكون مستغفرا منيبا مذعنا لله سبحانه وتعالى، حتى نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين المنيبين التائبين في هذا الشهر الفضيل، ألا وهو شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا برحمته ولطفه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.